الفيديو ده هدية لأولياء الأمور. هنشوف الطفل بيستجيب، هيبقى فيه صعوبة في الأول بس بيستجيب شوية شوية. يعني التحديات دي هتقل، خلاص نكمل. لقينا ان الطفل الوضع صعب عليه خلاص ومش فاهم التيتشر ومش قادر يكمل في المدرسة، يبقى احنا ايه؟ نتراجع. ما يكونش طفل حركي ووديه مدرسة منضبطة زيادة عن اللزوم. الطفل بس ما بيعملش حاجة غير ان هو قاعد على الديسك جوه الصف طول الوقت، مفيش سماح بوقت ترفيهي، حتى حصص البي اي مهملة. وده بيكون نظام المدرسة كده، ونكون احنا عارفين من الأول. هتجيبي مدرسة رسومها 300 دينار زي مدرسة رسومها 3 4000 دينار؟ أكيد لأ. أكيد مش هيكون ده زي ده. الاهل انتوا لو عندكم امكانيه تدخلوا مدرسه انترناشونال غاليه دخلوا، بس لو ما عندكوش امكانيه ما تضغطوش نفسكم وما تضغطوش الطفل. لان انت مش المدرسه مش هتكون مقتصره على بس الرسوم اللي هتدخل الولد فيها، هتكون كمان انت مطالب ان انت تخلي الطفل او الطالب ده على نفس المستوى اللي هو داخل في وسطيه. والولد ده ما شاء الله اخد منحة من كتر ما هو كان شاطر. في حين ان في طلاب تاني بيجوا مثلا من المدرسة الامريكية، لا لازم ياخدوا سنة معادلة لان الماث بيكون عندهم ضعيف. الفيديو ده هدية لاولياء الامور، هيخليه كده دليل لكل ولي امر بيفكر يدخل ابنه مدرسة ومحتار ما بين المدارس وما بين الأنظمة التعليمية، أو بيحاول ينقل ابنه من مدرسة للتانية، أو بينتقل من بلد للتانية. كلها نفس الشيء. فهقول لكم كم أساس كده تختاروا على أساسهم المدرسة اللي هتودوا ولادكم فيها. أول حاجة قدرات الطفل، لازم نعرف إن الأطفال مختلفين، ومش كل مدرسة وكل نظام تعليمي ينفع لكل طفل، ومش كل طفل زي أخوه. لما ندخل الطفل الأول مدرسة ومشي فيها مش معنى كده إن أخوه لازم هيمشي في نفس المدرسة. تمام؟ فنراعي قدرات الطفل. نقطة تانية، اللغة اللي في البيت، المستخدمة في البيت. يعني مثلا لو احنا كلنا بنتكلم عربي والطفل ما دخلش كيجي ودخل على طول على أولى ابتدائي، فنراعي النقطة دي ان هو هتكون اللغة عليه صعبة في أول كام سنة. يا إما هنشوف الطفل بيستجيب، هيبقى فيه صعوبة في الأول بس بيستجيب شوية شوية. يعني التحديات دي هتقل، خلاص نكمل. لقينا ان الطفل الوضع صعب عليه خلاص ومش فاهم التيتشر ومش قادر يكمل في المدرسة، يبقى احنا ايه؟ نتراجع. لان انتوا مش بتشوفوا الاطفال اللي بيبقى اللي قدامه بيتكلم بلغة تانية وهو مش فاهمه بيبقى عامل ازاي. يعني في العكس، في اطفال على فكرة هم اللغة الام عندهم في البيت بتبقى الانجليش، ويحصل العكس ويروح مدرسة عربي، ودي بتبقى نظرات الطفل كده للتيتشر وهو حتى مش عارف يقول ان انا مش فاهمك. وفي اطفال انا كنت بتكلم معاهم انجليش، وبعدين لما ادركت النقطة دي ولقيت ان هم مش فاهميني واتكلمت معاهم عربي، انتوا هتشوفوا واحد تاني، هتشوفوا قدرات تانية حقيقي قدامكم. فدي نقطة من الحاجات اللي لازم نراعيها. الحاجة اللي بعد كده شخصية الطفل وطريقة تعلمه. ما يكونش طفل حركي ووديه مدرسة منضبطة زيادة عن اللزوم. الطفل بس ما بيعملش حاجة غير ان هو قاعد على الديسك جوه الصف طول الوقت، مفيش سماح بوقت ترفيهي، حتى حصص البي اي مهملة. وده بيكون نظام المدرسة كده، وبنكون احنا عارفين من الأول. الطفل ده حركي، عنده مواهب، بيحب يلعب الكورة. في طفل كنا احنا قاعدين معاه مفيش حاجة قدامه غير هو لما بيحولها الكورة ويشوطها. فدي موهبة. أوديه مدرسة يكون فيها بتدعم الحاجات اللي زي دي، يكون فيها الجانب الترفيهي أكتر من الجانب التعليمي. طفل تاني بقى لأ، هو منضبط وبيحب الحفظ وبيحب التركيز، هلاقي هيلاقي نفسه في مدرسة منضبطة. في جانب تاني برضو احنا مفروض نراعيه، الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أو فرط حركة أو بطء تعلم. برضو نختار المدرسة اللي هتكون هي اللي بتساعدنا وبتدعمنا ومتعاونة معانا. كمان عندنا خطة الأهل للتعليم بعد المدارس، بعد ما يخلص الثانوي. خطتنا ايه؟ هنكمل في نفس البلد اللي احنا فيها؟
هندخل جامعات خاصة، هندخل جامعات بره في أوروبا، هنسفره. لازم نكون محددين أهدافنا من البداية من التعليم إيه، على أساسه هنختار. بعدين نعرف بقى مميزات وعيوب كل نظام. أنا هحاول أسرد سريعا كده كل نظام مميزاته وعيوبه، ومش مدح ولا ذم في نظام معين، ولكن انتوا تعرفوا حقيقة كل نظام ايه على أساسها هتختاروا. أول حاجة هنبدأ بالانترناشونال، اللي هو مقسوم لاتنين: النظام البريطاني والأمريكي. الاتنين دول فيهم في حاجات مشتركة كتير ما بينهم، اللي هو طبعا هو جانب أو مستوى اجتماعي معين. الصفوف بتكون واسعة، عدد الطلاب قليلين، فيها جانب ترفيهي كبير، حمامات سباحة، فيه اهتمام بحصص البي اي، في مسابقات، في رسم وغرف كمبيوتر وما إلى ذلك. مفيش ضغط شوية على الطلاب. ولكن الفرق ان المنهج البريطاني اقوى او دسم اكتر من المنهج الامريكي. المنهج الامريكي لايت كده وخفيف ومعتمد اكتر على يعني بيهتموا بهوايات الطفل اكتر من ان هم يدوله مادة علمية دسمة. ولكن برضو المنهج البريطاني بيعتمد على الفهم، مش من المناهج اللي بتعتمد الحفظ. حتى كمان امتحانات الاي جي بيكون لازم تدريب معين على طريقة الامتحانات. المنهج اللي بعد كده المنهج الباكستاني او الهندي، واللي هو موجود في دول الخليج. مفروض ان هو معمول للجاليات الباكستانية والهندية، ولكن العرب بيدخلوا اولادهم، او الجاليات التانية بيدخلوا اولادهم كنوع او بديل للمدارس الانترناشنال، بس بتكلفة مادية اقل. والحقيقة ان المنهج ده ليه مميزاته، مش معنى ان هو تكلفته المادية اقل ان هو كله عيوب. لا لا، بالعكس، هم عندهم نظام وانضباط. الطفل بيكتسب اللغة كويس جدا منهم. المناهج دسمة، هي بتعتمد على الحفظ شوية، ولكن المناهج دسمة. الطفل بيطلع متعلم ومتأسس، وبيقدر ان هو يذاكر في اي منهج تاني. دي من مميزاته. ولكن الحاجات الترفيهية تكاد تكون منعدمة. في شوية ضغط على الطالب، في واجبات كتير في البيت، ولازم يكون في متابعة من الأهل. وعلشان نتلاشى العيوب دي بيكون يعني هنعوض بقى. المدرسة فيها حفظ كتير، احنا في البيت نحاول يكون في نقاش وفهم وبراكتس تعتمد على الفهم اكتر. النظام اللي بعد كده العربي. المدارس العربي اللي هي سواء حكومي او خاص، بيكون توجه الأهل معروف فيها: أنا عايز أحافظ على الهوية الثقافية بتاعتنا، عايز إن أنا أعلم أولادي تعليم عربي، اللغة الأم في البيت العربي. مش مستعد إن أنا أضغط نفسي في لغة تانية. خلاص، هما محددين الأهل هما عايزين إيه، وكمان بيكونوا محددين الجامعات اللي هيودوا أولادهم فيها. كده أنا تقريبا خلصت كل الأنظمة التعليمية. في بقى أشهر الأخطاء أو الأسئلة اللي بتتسأل في المواضيع دي، زي إن مين الأحسن، المدرسة الأمريكي ولا الباكستاني؟ حقيقي الإجابة على سؤال زي ده هتكون صعبة جدا. يعني هي مش صعبة على قد ما هو السؤال غلط. هو دلوقتي هتجيبي مدرسة رسومها 300 دينار زي مدرسة رسومها 3-4 آلاف دينار؟ أكيد لأ، أكيد مش هيكون ده زي ده. الأهل انتوا لو عندكم إمكانية تدخلوا مدرسة انترناشنال غالية دخلوا، بس لو ما عندكوش إمكانية ما تضغطوش نفسكم وما تضغطوش الطفل، لأن انت مش المدرسة مش هتكون مقتصرة على بس الرسوم اللي هتدخل الولد فيها، هتكون كمان انت مطالب ان انت تخلي الطفل أو الطالب ده على نفس المستوى اللي هو داخل في وسطيه. ما تدخلوش في مستوى وبعدين تحبطه. ما يكونش هو جايب له دفتر ب100 فلس والطالب اللي جنبه جايب دفتر ب4 دينار. ما يعني نراعي من المدارس اللي بتراعي الطبقات. المدارس الباكستانية والهندية بيوزعوا على الطلاب دفاتر كلهم شايلين نفس الدفتر. فدي من الأسئلة اللي أنا بسمعها. تاني حاجة برضو من الإجابات الشافية اللي أنا أخدتها لما قابلت حد في مكتب القبول في الجامعة، قالت لي: إحنا والله جالنا مرة من مدرسة باكستانية
طالب كان متميز واهله شغالين عليه وعنده هوايات واخد ميداليات في الهوايات اللي هو بيلعبها. والولد ده ما شاء الله اخد منحة من كتر ما هو كان شاطر. في حين ان في طلاب تاني بيجوا مثلا من مدرسة امريكية، لا لازم ياخدوا سنة معادلة لان الماث بيكون عندهم ضعيف. ده مش ذم في المدارس الامريكية ومدح في المدارس الباكستاني، ولكن ده اكسبشن. يعني عايزة اقول لكم ان الاساس في البيت وفي الاهل، ان الاهل لما بيشتغلوا على اولادهم اختاروا المنهج او النظام المناسب لاولادكم، واشتغلوا انتوا عليهم وما تضغطوش نفسكم ولا تضغطوا اولادكم. واخر حاجة الطلاب اللي بيدخلوا دمج، مين هما الفئات اللي عندهم ADHD، صعوبات تعلم، بطء تعلم، او توحد هاي فانكشن. لما تدمجوهم مع الطلاب التانيين، راعوا ان هم هيتعرضوا لتحديات، وانتوا تكونوا مستعدين ان انتوا تساعدوهم في التحديات اللي هم هيقابلوها.